ان هو كان في حادث غامض. التقارير الاولى قالت ان الوفاة كانت نتيجة حادث. ازيكم يا حلوين؟ النهارده هنتكلم عن موضوع مثير جدا للاهتمام ومليان غموض، وهو عن وفاة الممثل الكوري سون جيرم. الحكايه دي خدت الكثير من الاسئله والجدل، والنهارده هنكتشف مع بعض الحقائق اللي اتقالت وايه الاسرار او ايه السر اللي ورا الموضوع بالتفصيل الممل. فكملوا الفيديو للاخر علشان هتعرفوا كل حاجه في الفيديو ده. في البدايه خالص، مين هو سون جيرم؟ بالنسبة للناس اللي متعرفش هنعرفكم الأول مين هو سون جيرم. سون جيرم كان ممثل كوري مشهور جدا، شارك في الكثير من الأعمال الدرامية الناجحة جدا، وهو معروف بوسامته وأدائه الرائع اللي أثر في قلوب الملايين مش بس في كوريا. لكن في لحظة الدنيا اتغيرت تماما واتقلبت. اللحظة الصادمة. في يوم عادي جدا الصحافة الكورية أعلنت خبر وفاة سون جيرم بشكل مفاجئ. الخبر نزل كالصعقة على جمهوره. لكن هنا السؤال، ايه اللي حصل؟ في ناس كتير اتكلمت عن الموضوع، وفي روايتين مختلفين اتكلموا عن الموضوع. الرواية الأولى بتقول ان هو كان في حادث غامض. التقارير الأولى قالت ان الوفاة كانت نتيجة حادث، لكن التفاصيل كانت غامضة جدا. هل فعلا كان حادث عادي ولا في حاجة مستخبية؟ والرواية التانية بتقول ان هو كان ضغط عمل. بعض المصادر ذكرت انه كان بيعاني من ضغوط نفسية شديدة بسبب جدول عمله المزدحم. كتير من المشاهير في كوريا بيعيشوا تحت ضغط كبير، وده ممكن يكون له تأثير سلبي على صحتهم. السر الخطير، هل فعلا كان في مؤامرة في الموضوع؟ ناس بدأت تربط وفاة سون جيرم بقضايا تانية في الصناعة الفنية الكورية. في شائعات ان في فساد او علاقات خطيرة داخل الوسط الفني، والموضوع ممكن يكون اكبر مما تخيلنا. الجمهور بيسأل. لحد دلوقتي كتير من الناس مش راضيين عن التفسيرات اللي طلعت. البعض شايف ان الاعلام مخبي الحقيقة، وان في اطراف قوية بتحاول تخفي الموضوع حرفيا كده. وفاة سون جيرم لحد دلوقتي مليانة غموض وأسئلة من غير إجابات واضحة. إيه رأيكم؟ هل تعتقدوا إن فعلا الموضوع أكبر من كونه مجرد حادثة؟ قولولي في التعليقات. متنسوش تعملوا اللايك والسبسكرايب للقناة عشان توصلكم كل فيديوهاتي الجديدة، وأشوفكم في فيديو جديد يا حلوين، وأنيو.